في السؤال ال 13 بيقول لي جميع التفاعلات الآتية ينتج عنها غازات عضوية ما عدا. طيب، هو لكل اختيار من الاختيارات دي، تمام، بتوضح لي فكرة معينة. الفكرة دي معتمدة على ايه؟ الحالة الفيزيائية للمركبات العضوية الناتجة منها. يعني اول مثلا اختيار بيقول لي إماهة كربيد الكالسيوم. إماهة كربيد الكالسيوم ينتج عن هذا التفاعل غاز الإيثايل اللي هو الإيسيتيلين اللي هو C2H2. تمام. والمركب ده هو بيكون في الحالة الغازية، يبقى إذا ده غاز. لا، هو عايز ما عدا، عايز الناتج يطلع مش غاز، يبقى دي أنا استبعدها. طيب في ب بيقول لي هدرجة 2 بيوتين. 2 بيوتين إضافة، يعني إيه هدرجة؟ يعني أنا بضيف هيدروجين للبيوتين. البيوتين ده يعني 4 ذرات كربون، اهو سي. وهو بيقول لي 1 2 3، يبقى اذا الرابطة هنا. تمام، رابطة الثنائية هنا. انا بضيف الهيدروجين، طالما بضيف هدرجة بعمل هيدروجين، يبقى كل الالكين ده بيتحول لايه؟ لالكان، مفيش ولا دبل بوند ولا رابطة ثنائية ولا اي حاجة. هو بينتج عنها الكان مشبع وهو البيوتين اللي هو C4H10، بدل ايه C4H9، لا C4H10. طيب واحنا عارفين ان اي الكان بيكون من الC1 الى الC4، ده بيكون في الحالة الغازية. تمام، اذا ده غاز، يبقى اذا ايه؟ ده مستبعدة. طيب في جيم بيقولي هدرجة 2 بنزين. 2 بنزين يعني انا بضيف الهيدروجين للبنزين. البنزين ده 5 ذرات كربون. طب بينتج عنها ايه؟ شبه الفكرة اللي فاتت، بس بينتج عنها بنتان. بنتان ده اللي هو C5. احنا عارفين ان من 5 ل17 بتكون سوائل في درجة حرارة الغرفة، يبقى اذا التفاعل ده بينتج لي سائل مش غاز. اذا هي دي الايه؟ هي دي الإجابة اللي اختارها اللي هي ج. طبعا لو احنا كملنا في التقطير الجاف بالبنتانوات الصوديوم. تقدير الجاف الملح بنتانوات الصوديوم اللي هو بيكون C4 H9 COONA. تمام. مع الجير السودي ده بينتج دائما الكان بيقل بمقدار ذرة كربون واحدة عن الملح المستخدم، وبالتالي برضو الكان بيكون البيوتان. هو بيقول لك هنا C4H9 COONA. ده كل ده بيتشال وبيتدخل مكانه اتشاية، فبيصبح الناتج اللي عندي هيكون البيوتان اللي هو C4H9. وده غاز مش ايه؟ مش سائل ولا صلب. يبقى اذا اجابة السؤال ده هتكون ايه؟ هتكون جيم.